مبارك لكم هذه المصالحة، ومبارك جهود الخيرين في رجب فريد أبو يعقوب وسيف محمود رجب فريد أبو يعقوب وباقي الورثة المرحوم محمود رجب فريد أبو يعقوب. الطرف الثاني عماد عطا هندي سلطان من حارس تحت رعاية عضو محافظ سلفية الأخ عصام أبو بكر حفظه الله، وبحضور لجنة الإصلاح والخير المركزية وكافة أصحاب الجهود الحديثة التي بذلت لوصول عقد هذا الصلح النهائي في قضية قتل المرحوم رجب فريد أبو يعقوب من بلدة كفر الحارس بتاريخ 14/3/2003 على يد المحكوم عليه عماد عطا هندي سلطان من بلدة الحارس. تم التفاهم والاتفاق دون جبر ولا إكراه لأحد على إنهاء الخلافات وإتمام عقد الصلح حسب العرف والعادة وفقا للشروط التالية. الشرط الأول: تم دفع مبلغ مالي وقدره 25,000 دينار أردني من قبل الطرف الأول للطرف الثاني. الشرط الثاني: يلتزم الطرف الأول بإسقاط كافة القضايا المرفوعة والمقامة على الطرف الثاني لدى وأمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأي جهة كانت، ويقصد بذلك إسقاط الحق الشخصي في القضية المنظورة أمام محكمة بداية نابلس والتي سجلت تحت رقم 97/2008 والمنظورة حاليا أمام محكمة الاستئناف رام الله. الشرط الثالث: لا يوجد أي مانع لدى الطرف الأول من إخلاء سبيل الطرف الثاني أو تكفيله أو العفو عنه، وذلك دون معارضة أو ممانعة من الطرف الأول بمجرد توقيع على هذا الصف. وعلى الطرف الأول الحضور والامتثال أمام أي جهة اختصاص في حال طلب منه ذلك. الشرط الرابع: هذا الصك يشمل الطرف الثاني عماد سلطان ولا يشمل كل من ماهر سعيد مسعود دار أبو يعقوب وعودي عبد القادر محمود شكور ووحيد عبد الجليل عوض عبد الهادي بموجب استئناف قرار الحكم لدى محكمة الاستئناف نابلس تحت رقم 293/2011، واحتفاظ الطرف الأول بحقه الشخصي والمدني اتجاههم. نحن الأطراف المذكورين أعلاه نقر ونصرح ونحن بكامل قوانا العقلية وبدون ضغط ولا إكراه وأمام الحضور الكريم بأن المصالحة بيننا قد تمت والله على ذلك شهيد. التوقيع على هذا الصف سيكون بعد الختام إن شاء الله. الأخ أبو رجب تفضل يا عمي سمحت. وآل سلطان الكرام، وباسمكم جميعا أتقدم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بأسمى آيات الشكر والتقدير لاهتمامه البالغ وسعيه وقيادتنا الحكيمة لإرساء قواعد السلم الأهلي في مجتمعنا الفلسطيني. كما أقدم الشكر وعظيم الامتنان للعميد رافع رواجبي على ما بذله من جهود حثيثة ومخلصة لحقن الدماء، ونتقدم بشكرنا أيضا للأجهزة الأمنية ضباطا وأفرادا على جهودهم في حفظ الأمن والأمان. ونثمن عاليا الدور الفاعل للأخوة أيمن داوود وعبد الله أبو فؤاد والشيخ عمر سمارة والسيد أحمد الرجب والسيد نعيم الرجب وعدنان عودي لما بذلوه من جهود لإتمام هذا الصلح العشائري. كما نثمن عاليا جهود الأخوة المخلصين والخيرين في لجنة الإصلاح والعشائر وعملهم الدؤوب في حل الخلافات وبث روح التسامح حفاظا على النسيج الاجتماعي وتحقيقا للسلم الأهلي في محافظة سلفيت. وأيضا الشكر للأخوة رؤساء بلديات حوارة وحبلة والمجالس المحلية في عوردة ورأس الطيري لمشاركتكم لنا إتمام هذا الصلح. وباسمكم جميعا أيضا الشكر والتقدير لآل أبو يعقوب الكرام الذين غمرونا بروح التسامح وكرم الأخلاق الأصيل عبر مد أياديهم للصلح والتآخي والوفاق، وكذلك من آل سلطان لما أبدوه من تعاون وصولا لإبرام هذا الصلح. الجمع الكريم يمثل هذا الصلح واحدة. والأستاذ أحمد الرجا على
تجاوبهم لهذا الصلح وقبولهم لهذا الصلح، آخذين بقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. ونشكر لإخوتنا آل سلطان الذين لبوا ووقفوا عند إعطاء كل ذي حق حقه، نشكر لهم هذا التجاوب. ونشكر الإخوة العيون الساهرة في أجهزتنا الأمنية التي لا تكل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وإعطاء كل ذي حق حقه. كل الشكر والتقدير إلى رجال الإصلاح وجهودهم المباركة في الإصلاح بين الناس. كل الشكر والتقدير لمدير الشؤون العشائر الأخ أبو نادي الذي يسهر ليلا نهارا مع تنسيقا وعملا مع رجال الإصلاح. كل الشكر والتقدير للحضور الكريم الذين لبوا ليحتفلوا بهذا الإصلاح. وكل الشكر والتقدير لراعي هذا الاحتفال أخونا أبو عدي. والسلام عليكم. أتوجه إلى أهلنا وأحبتنا آل رجاء فريد أبو يعقوب المحترمين بأن نتقدم لهم التعازي الحارة راجين منهم العفو والصفح والمسامحة، حيث أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من أهم ما حض عليه الإسلام ومن شيم الرجال. فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، سائلين المولى عز وجل أن يكون عفوكم هذا في ميزان حسناتكم يوم التلاق. والسلام عليكم ورحمة الله. منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. برعاية المناضل عطوفة محافظة سلفيت الموقر عصام أبو بكر حفظه الله ورعاه، الذي بذل جهودا مباركة لإنجاح هذه المصالحة، وبحضور قادة أجهزة الأمنية الذين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق هذا الأمر. ونخص بالذكر الأخ المناضل اللواء زياد هب الريح، زائد اللواء حازم عطلة، العميد رافع رواجبه، المقدم ليث زيدان، الرائد حسن جابر، ولجان الإصلاح ووجوه الخير والعشائر أدامهم الله جميعا ذخرا لهذه الأمة وهذا الوطن. منهم أيمن داود أبو رامي، عبد الله فؤاد أبو ماهر، الذين استطاعوا وإخوانهم من وجوه الخير، وعدنان عودي أبو عمار، عبد الرحيم شملاوي، أبو أشرف، الشيخ عمر، أسعد عبد الرحيم، أبو ضياء، الشيخ نائل، إبراهيم صادق، عزت حسان، المستشار القانوني للمحافظ الأخ فراس سلامي، تذليل كل صعوبات وبضغط متواصل لإقناع الفريق الأول أحمد رجاء ودويه لتخفيض المبلغ من 40,000 دينار إلى 25,000 دينار، مشكورا على ذلك، مما سهل هذا الحل ليكون مرضي للطرفين لتحقيق المصالحة وتجاوز الخلاف وتجسيد الوحدة وتصفية النفوس، لأن تكاتف الجهود في فعل الخير ووحدة الكلمة والرأي وحسن النوايا لهي دلالة واضحة في التغلب على المحن وتجاوز الصعاب، لأن المصلحة الوطنية العليا تفرض علينا جميعا أن نرتقي بروح المسؤولية لأسمى معاني التضحية والعطاء والتفاني والتسامح والتصافح والتصالح ورأب الصدع ورص الصفوف
فبهذا الجهد المشترك والوعي والصبر وقدرة التحمل والمثابرة تترسخ أواصر المحبة وتتجسد أسمى معاني الترابط وتلاحم ولم الشمل وإخماد نار الحقد والعداوة بين الأهل والأقارب وفتح صفحة جديدة لعهد جديد. فهكذا نستطيع إقامة الحد وبسط القانون والحد من استمرار الجريمة وفرض الأمن والأمان. فباسمي وبأسماء ذوي المرحوم محمود رجاء أبو يعقوب رحمه الله نصفح ونعفو عن عماد عطا ونبارك بهذه الخطوة الجريئة والجهود الخيرة مع موافقتنا على هذا الاتفاق الذي تم الإجماع عليه. كما نثمن ونثني على كل الأوفياء المخلصين الذين شاركونا في صنع هذا الحدث العظيم. كما نحيي هذا الصرح الشامخ محافظة سلفيد عنوان الصمود والتحدي وكل الذين شاركونا هذا الحفل الكريم وهذا العرس الوطني الكبير. عشتم وعاشت الدولة الفلسطينية المستقلة حرة عربية والقدس عاصمة أبدية وعلى رأسها القائد الرمز أبو مازن، ولكم خالص الشكر والله ولي التوفيق. كما ننوه أننا سنتواصل في مساعينا وجهودنا لإتمام هذه المصالحة مع من تبقى ماهر وعودي قريبا إن شاء الله، ولكم خالص الشكر والله ولي التوفيق.